فالسؤال هنا عن حمو النيل او الهيت راشز، وليها طبعا اسم تاني علمي بس خلينا في الاسم الدارج وهو الهيت راش. وده بيكون ناتج عن ان درجه الحراره جوه الجسم زادت، فيبدا الغدد العرقيه بالذات عند الاطفال اكتر من الكبار تبدا تتسد بشويه دهون، وده اللي بيخليها تظهر على شكل الاحمرار اللي حاصل على البشره وشويه الحبوب البسيطه اللي بتبقى ظاهره. طيب هل دي حاله خطيره يعني او حاله ممكن تسبب مشاكل كبيره؟ يعني مش بالخطوره الكبيره، ولكن المهم ان الطفل نفسه او الشخص ده بيكون حاسس طول الوقت ان هو جسمه سخن، جسمه مولع لان مش عارف يهدى. فالانسب ان نخفف الملابس بتاعه الاطفال ديت. طبعا وجود التكييفات دلوقتي بقت عامل كويس، الاستحمام بميه فتره، وممكن نستخدم الكلامين اللي هو محلول الكلامينا او الكلامين، وممكن كريمات البنثينول، واخيرا ممكن نستخدم تلك باودر او بودره التلك لو ظهر عندي حمو النيل دي في الاماكن اللي فيها التنايات اللي هي اماكن المفاصل، عشان دي اماكن بيبقى العرق فيها زياده شويه. وافتكر دايما ان صحتك اهم.